السلام عليكم يا جماعة الرعب والغموض. هذا الفيديو هو الحلقة الأولى من الجزء الأول من سلسلة مخطوطة بنو إسحاق. العنوان ديالها هو شريط كتاب من عند ميت. عمرك تخيلتي بلي الفضول ديالك يقدر يخرج عليك؟ عمرك تخيلتي بلي 10 دراهم غير 10 دراهم تقدر تشري لك تذكيرة لجهنم؟ القصة ديال اليوم ماشي مجرد خيال، هي تجربة عاشها واحد الشاب سميتو يوسف كان بحالي وبحالك، كيعيش حياته عادية. نهار وما طالو هو شاد البيسي، الشاط، الضحك والتقشاب. ولكن نهار قرر يدير خطوة وحدة خارج الروتين ديالو، لقى راسو في مواجهة مع شي حاجة قديمة بزاف، شي حاجة ميتة ولكن مازال كتحرك. اليوم غنعاود لكم قصة مخطوطة بنو إسحاق، وكيفاش تحولت من ورق صفرين قدام اللعنة دمرت حياة مجموعة ديال الصحاب، من ريحة الورق القديم في الكتب للخوف اللي كيجمد الدم في العروق ملي كتكتشف انك كتعامل مع الاموات. طفيو الضوء، ديروا لي زيكوتور ووجدوا راسكم، حيت هادشي اللي غتسمعوا يقدر يخليك تشك حتى في جنبك. كتبدا القصة ديالنا في مصر، وبالضبط في بلاصة معروفة بزاف سميتها صور الأزبكية. هاد البلاصة معروفة ببيع الكتب القديمة. يوسف البطل ديالنا كان عزيز عليه القراءة، وكان ديما كيسمع على هاد الصور باللي فيه كنوز، كتب نادرة ومخطوطات تاريخية. واحد النهار يوسف جرى معاه صاحبه وقرروا يمشيو يكتشفوا هاد المكان. يوسف كان مبهور، كيشوف في الكتب القديمة بحال كيشوف الذهب. الريحة ديال الورق القديم كانت بالنسبة ليه بحال الريحة ديال الجنة. ولكن صاحبه كان مل وكاره حياته، غير كيجرى في رجليه وباغي يرجع يركب في المترو باش يمشي بحاله. بقاو كيتمشاو بين الاكشاك، يوسف كيسول وبياعة الكتب كيعرضوا عليه: تفضل يا باشا، خاصك شي كتاب نجيبوه ليك. كان كيجاوب بابتسامة وكيكمل طريقه. يوسف دخل لواحد الكشك وبدا كيقلب، لقى كتب دينية، كتب سياسية، مجلات أجنبية وحتى كتب ديال الفضائح. لكن والو، ما لقاش داكشي اللي كيرضي الفضول ديالو. هو باغي شي حاجة سبيسيال، شي حاجة نادرة. صاحبو عيا وقال ليه: يوسف، عييت بلا مشي، رجلي طابو، يلا نريحو في داك الكرسي ديال الحديد لهيه. يوسف وافق، وهما غاديين لديك البلاصة باش يرتاحوا. عين يوسف طاحت على واحد المنظر غريب. قدام داك الكرسي ديال الحديد بالضبط كان واحد الكشك صغير قديم ومغبر، وداخل الكشك جالس واحد الرجل شارف في الارض. الشكل ديال هاد العجوز كان كيخلع، وجهه عامر تجاعيد بحال شي خريطة ديال الألم. ولكن اللي صدم يوسف كتر هو عينيه. العين اليسرية ديال داك العجوز كانت بيضة تماما، ممسوحة بحال اللي عليها شي ضباب كثيف. يوسف حس بشي حاجة كتعيط ليه يدخل لداك الكشك. خلى صاحبه جالس في الكرسي ودخل عند العجوز، قال ليه: السلام عليكم الحاج. العجوز هز راسو بشوية وقال بواحد الصوت ثقيل: وعليكم السلام ولدي. يوسف سولو: واش عندك شي كتب قدام؟ الحاج ضحك واحد الضحكة ديال الطيبة وقال ليه: أولدي، أنا ما عندي غير الكتب القديمة، قلب في الرفوف واختار اللي بغيتي. يوسف فرح وبدا كيقلب، لقى عناوين غريبة وكتب نادرة بحال حادي الأرواح، مذبحة القلعة، وكتب سحر بحال شمس المعارف الكبرى، ومنبع أصول الحكمة، وكتب أخرى ديال السحر والتاريخ المجهول. ولكن في وسط هاد الكتب لقى واحد رزمة ديال الورق، ماشي كتاب عادي، لا، كانت رزمة ديال الورق الصفرين حرشين ومربوطين بواحد الحبل غليظ باين عليه قديم بزاف. المظهر ديالهم كان كيوحي بأنهم مخطوطة أثرية. يوسف حل داك الحبل وبدا كيشوف في العناوين، ومن بين دوك الوراق لقى واحد المخطوطة، أو بالأحرى بقايا ديال المخطوطة. كانوا 7 الورقات كبار ومخيطين بخيط من الجنب. المكتوب في الفوق ديال الصفحة الأولى:
بخط اليد كان عن رواية الرحالة أحمد بن إسحاق البغدادي. يوسف هز هاد الورق وحس بواحد التبوريشه دازت في الحمو. الملمس ديال الورق كان غريب، ماشي بحال الورق اللي كنعرفوه. يوسف ورا الورق لصاحبو، ولكن صاحبو ضحك عليه وقال ليه: اش هاد التخربيق؟ هادشي غير هضره خاويه ديال فلان تلاقى بفلان والغول والعفاريت لوحوا عليك. ولكن يوسف كان مصر، الفضول ديالو كان اقوى منه. قرر يسول العجوز على الثمن، وهو متأكد أن الثمن غيكون غالي حيت الورق باين أثري. سول الحاج: بشحال هاد الورق الحاج؟ العجوز بلا ما يشوف الورق مزيان وجاوبه بسرعة، قال له 10 دراهم. يوسف تصدم: 10 دراهم؟ هادشي راه فابور. صاحبو بغا يطق بالفقصة، ولكن يوسف جبد الفلوس ومدها للحاج. وهنا وقعت واحد اللقطة غريبة. يوسف مد الفلوس ليد الحاج، ولكن الحاج ما حركش يدو، بقى جامد. يوسف قال ليه: الحاج شد الفلوس. عاد الحاج هز يدو وبدا كيقلب في الهواء وقال ليه: سمح لي يا ولدي، شوف على قد الحال، العين اللي صريه مشات واليمنيه راه مضببه. يوسف فهم ان الحاج ما شافش اصلا شنو باع ليه، وربما باع ليه شي كنز بثمن والو. يوسف خدا الوراق وخرج هو صاحبه فرحان بالهمزه اللي طاحت عليه، وما كانش عارف بلي هذيك الهمزة هي بداية النهاية ديالو. دازو يومين، يوسف كان ناسي الموضوع، ملاهي مع الشاط والسهر في الليل. ولكن في واحد الليلة قبل الفجر بساعة تقريبا، ضميرو انبو على ديك 10 دراهم اللي خسر، وقال: انا نوض نقرا هاد الوراق نشوف شنو فيهم. يوسف جبد الورق، 7 الورقات كبار، الكلام في بعض البلايص ممسوح وفي بلايص اخرى متداخل، ولكن قدر يقرا شي حاجة. المخطوطة كتقول: هذه رواية رحالة أحمد بن إسحاق البغدادي، كيقول فيها أنه كان مسافر في الصعيد ديال مصر وعيا بزاف، وفجأة بانت ليه واحد المدينة مصورة بصور عالي وباب ديال الحديد كبير. قرب من الصور ولقى مكتوب عليه واحد التحذير مرعب: يا معشر الإنس والجن، لا تقربوا هذه البلدة فإن أهلها نيام حتى تقوم الساعة، وإذا دخلتم فليرحمكم الله. بن إسحاق بحكم أنه رحالة وما كيخافش دخل. المدينة كانت بحال الأحياء ديال القاهرة، الحوانت محلولة، السلعة محطوطة، ولكن ما كاين حتى شي واحد. مدينة خاوية، الصمت مطبق، ما كاينش حس بنادم. بقى كيتمشى حتى خرج ليه واحد الراجل من وسط واحد الحانوت، راجل ضخم واللحية ديالو كحلة ووجهه بيض وشاد عصا كبيرة في يدو. هذا الراجل عرف راسو باللي هو محمد السالمي، المهنة ديالو لحاد، يعني حفار ديال القبور. اللحاد عرض على بن إسحاق يبات عنده، وعاود ليه القصة ديال هاد المدينة وعلاش هي خاوية. قال ليه هاد المدينة كانت عامرة ومزدهرة، حتى جا ليها واحد السيد من بلاد الفرس سميتو الحي بن القصاب. هاد خونا كان ساحر، كيقولوا عليه كيمشي فوق الماء وكيطير في الهواء. الساحر جمع أهل القرية وقال لهم نقدر نردكم أغنياء، ولكن خاصني 4 رجال متطوعين يثبتوا الصدق ديال الكلام ديالي. تطوعوا 4 ديال الرجال فقراء: الأول أحمد بن يزيد، الثاني يوسف العطار، الثالث أحمد بن إبراهيم، والرابع شاب فقير سميتو إسماعيل الحلاج. الساحر داهم لدارو، باتوا عنده الليلة كاملة. في الصباح خرجوا رجال ب4، وكل واحد فيهم هز مفتاح ضخم لواحد الخزائن ديال الذهب. والساحر اختفى، ما بقاش ليه الأثر.
الرجال ولاو اغنياء ما بين ليله ونهار، ولكن الفرحه ما طولتش. مورا 7 ايام بالضبط الناس تجمعوا باش يشوفوا واحد من دوك الرجال اللي هو احمد بن يزيد. لقاو خارج من الحلق ديالو واحد السائل ابيض وكيقول كلام مخربق وطاح في الارض والسخانه. بدا كيهلوس وكيقول باللي كيشوف في منامو 4 رجال كحلين طوال وعينيهم حمرين. شدوه وذبحوه من فوق واحد الحجره كبيره، ومع قرب الفجر تسمع في الدوار كامل واحد الصوت ديال واحد الصافير طويل بحال الصافير ديال الرياح. ومباشره مورا داك الصافير احمد بن يزيد خرج الدم من عينيه، من نيفو، من فمه، ومات. الرعب ما حبش هنا، دازت 7 ايام اخرى ومات الثاني اللي هو احمد بن ابراهيم بنفس الطريقه. الحلم بالرجال كحلين، الصافير، والدم من العينين. دازت 7 ايام اخرى ومات الثالث يوسف العطار. اما الرابع اسماعيل الحلاج شافوه الناس هز حوايجو وهرب للصحراء وما عاودش بان. ومن بعد ضرب وباء غريب هاد القريه، وبداو الناس كيموتوا واحد مورا واحد حتى فنات القريه كامله، وبقى غير هاد اللحاد بوحدو عايش كيحرس المدينه وكيدفن الموتى. يوسف البطل ديالنا كيقرا هاد الشيء وقلبو كيضرب. القصه مكتوبه بواحد الواقعيه كتخلع. بنو اسحاق في القصه نعس عند هاد اللحاد، وملي فاق في الصباح ما لقاهش، لقى غير 2 ورقات محطوطين. الورقات فيهم التعويذه ولا الكلام اللي قراه الساحر على دوك الرجال باش ولاو اغنياء. الكلمات كانت غريبه ومرعبه، كتقول: سمامها طولام، فقد شبينا يوهانيط، فكو قيد بن داعات، يا جنود المارد. حفار القبور كتب في اخر ورقه: يا اخي بن اسحاق، سير المقابر في شرق المدينه وقرا الفاتحه على اهلها. بن اسحاق دار بالنصيحه، مشى للمقابر، وتما كانت الصدمه الكبيره، الصدمه اللي خلات يوسف يلوح الوراق من يده. بن اسحاق وصل للمقابر وبدا كيقرا اسماء على القبور، وفجاه وقف قدام واحد القبر وتسمر في بلاصتو. القبر كان مكتوب عليه: المتوفى الى رحمه الله محمد السالمي اللحاد. ايها الخوت، الراجل اللي استقبله وعشاه وعاود ليه القصه وبات عنده في الدار كان ميت هذه سنين ومدفون في قبره. بن اسحاق تخلع، ركب على الناقه ديالو وهرب، وملي تلفت موراه لقى المدينه والصور اختفوا ورجع كل شيء خلا وصحراء. يوسف كمل القرايه وحس برعب، ناض توضى وصلى الفجر باش يهدن من الروع ديالو، ولكن الفضول ديالو كان محراك. مشى للانترنت وبدا كيقلب على هاد السميه، على هاد خونا هذا احمد بن اسحاق البغدادي. تصدم ملي لقى بلي بصح كاين رحاله بهذا الاسم، وبلي الكتب ديالو كنز الرحله تحرقات بتهمه السحر وبقات غير اساطير على مدينه الموتى اللي شافها. يوسف فهم دابا باللي بين يديه كنز، نسخه من مخطوطه نادره ومفقوده، ولكن الشك بدا كياكلو. واش هاد الوراق بصح ولا غير تزوير؟ يوسف عيط لصاحبه احمد، طالب في كليه التجاره، وعاود ليه كل شيء. احمد كان ذكي وقال له فكره واعره، قال له: علاش ما ترجعش عند مول الكشك في سور الازبكيه وتسولو منين جاب هاد الوراق؟ يوسف عجبته الفكره وقرر يرجع. يوسف ركب في المترو ورجع لنفس البلاصه في سور الازبكيه. كان عاقل مزيان على الطريق وعلى الكرسي ديال الحديد اللي جلس حداه صاحبه. وصل للبلاصه، شاف الكرسي ديال الحديد، ولكن ملي شاف جهه الكشك تصدم. الكشك ما كاينش. بلاصه الكشك كاينه شجره كبيره
واحد الشجرة ضخمة والأغصان ديالها عالية. يوسف قرب يحماق، مشى كيجري عند مول الكشك اللي لاصق في ديك البلاصة. كان واحد الدراري شاب سولو: خويا فين هو الكشك اللي كان هنا؟ وفين هو داك الشيباني اللي عينو بيضة؟ الدراري شاف فيه باستهزاء وقال ليه: اش من كشك اخويا؟ هاد الشجرة راه مزروعة هنا من 15 عام، عمر ما كان شي كشك في هاد البلاصة. يوسف بدا كيغوت: مستحيل، انا شريت من عنده غير هادي يومين، راجل شيباني عينو اللي طريه ممسوحه. هنا دخل واحد الراجل كبير، الاب ديال الشاب اللي كان كيهضر معاه يوسف، وسمع الهضره. شاف في يوسف نظره فحص دقيقه وقال ليه: اولدي انت كتوصف عمي صبحي. يوسف فرح وقال: اييه الله يرحم الوالدين، فين نقدر نلقاه دابا؟ الراجل سكت شويه وقال ليه الكلمات اللي نزلوا على يوسف بحال الصاعقه. قال ليه: اولدي عمو صبحي راه في المقبره ديالو، عمو صبحي راه مات هذه 17 عام. يوسف حس بالكبيه فشلو. الراجل زاد كمل عليه قال ليه: عمو صبحي بصح كان عنده كشك هنا وكان فعلا بعين وحده، ولكن راه مات شحال هادي. يوسف خرج من تما وهو دايخ، عقله ما بقاش قادر يستوعب. شرا كتاب من عند ميت ومخلصوه فلوس حقيقيه، والكتاب كيعاود قصه واحد الرحاله تلاقى مع ميت. واش هذا الشيء صدفه ولا يوسف تفتح عليه باب ديال شي عالم ما كيرحمش؟ يوسف رجع للدار وهو مرعوب. دخل لبيته وتأكد باللي المخطوطة مازال كاينة. لقاها محطوطة فوق البيرو، يعني ما كانش كيحلم. ولكن المصيبة الكحلة عاد غتبدا. يوسف صحابو بلي القصة سالات هنا، ولكن في الليل ملي غينعس غيحلم بواحد الكابوس، ماشي شي كابوس عادي، واحد الحلم غريب غيشوفه هو وغيشوف صاحبه وغتشوفه حتى حبيبته في نفس الوقت. شنو هو هذا الكابوس؟ وشنو علاقته بالتعويذه اللي مكتوبه في المخطوطه؟ وشكون هو هذا بنو داعات اللي بغى يتحرر من القيود ديالو؟ هادشي كامل غنعرفوه في الحلقه الجايه من مخطوطات بنو اسحاق. الدراري والدريات، كانت هذه هي الحلقه الاولى ديالنا من الجزء الاول ديال السلسله ديال مخطوطات بنو اسحاق. دونك الا عجبتكم الحلقه ما تنساوناش بلايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي عزاز عليهم قصص الخلعه، وبقاو على بال وتسناو الحلقه الثانيه من الجزء الاول ديال هذه السلسله. تصبحوا على خير والى قدرتوا تنعسوا.